السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الحلقة سأقدم لكم وصفة من وصفاتي. هذه الوصفة عبارة عن فطائر على شكل وردة محشية باللحم المفروم والجبن. نحتاج لهذه الوصفة عندي عجين سحري الذي يحضر في 5 دقائق فقط، سوف تجدون الرابط أسفل الفيديو. عندي 250 جرام من اللحم المفروم البقر. عندي حبة متوسطة من البصل الأحمر مقطعة مربعات. عندي حبة متوسطة من البصل الأبيض مقطع كذلك مربعات. عندي بيضة للتزيين، وعندي قليل من الملح، قليل من الفلفل الأسود، قليل من زيت المائدة. عندي جبن ساندويتش. في مقلاة أقوم بوضع اللحم المفروم، أضيف البصل، الملح والفلفل الأسود، قليل من زيت المائدة. سوف أقوم بوضعها فوق النار حتى تصير عندي جاهزة، وبعد ذلك نلتقي. بعد أن صارت عندي الحشوة جاهزة سوف أتركها إلى جانب. نأخذ العجين السحري، أقوم ببسطه بالمدلك أو بالرقاق بهذا الشكل. بعد أن قمت ببسط العجين سوف أقوم بتقطيعه على شكل دوائر. أخذ دائرة أقوم بفتحها من الجوانب، لا يجب أن أقوم بفتحها من الوسط بهذا الشكل. أقوم بوضع القليل من الحشوة في الوسط. أقوم بأخذ جانب أضعه في الجانب الثاني بهذا الشكل. أخذ الجانب الآخر أقوم بلفه على الجانب الثاني، وأخذ الجانب الثالث وأقوم بلفه على الجانب الثاني. أخذ الجانب الرابع وأقوم بلفه على الجانب الثالث حتى نتحصل على وردة رائعة وجميلة بهذا الشكل. لاحظوا معي. أقوم بعمل دائرة أخرى، أقوم بفتحها من الجوانب بهذا الشكل. أضع ملعقة من الحشوة وسط، أضع فوقها قطعة من الجبن. قمت بتقطيع الجبن على شكل مربعات. أقوم بأخذ الجزء الأول أضعه في الجانب، أخذ الجزء الثاني وأضعه على الأول، وكذلك الثالث على الثاني، والرابع على الثالث بهذا الشكل حتى نتحصل على وردة رائعة وجميلة بهذا الشكل. سوف أقوم بوضع هذه الورود في صينية فرن مدهونة، يجب أن تكون مدهونة، أو تقومون بوضع ورق الزبدة. تقومون بدهن هذه الورود وتقوموا بإدخالها إلى الفرن. بعد أن أكملت الكمية المتواجدة عندي سوف أقوم بدهنها بالبيضة الذي قمت بخفقها. أدهنها من الجوانب ومن الفوق كذلك، لا يجب أن أقوم بدهن الجبن لكن أدهن الجوانب فقط بهذا الشكل. بعد ذلك سوف أقوم بإدخالها للفرن حتى تطهى، وبعد ذلك نلتقي. هذا هو الشكل النهائي للورود الجميلة. أتمنى أن تعجبكم وأن تجربوها لأنها صراحة تستحق التجربة، بعجين رطب وخفيف لذيذ ورائع. هذا هو شكلها من الداخل هكذا. لا تنسوا الاشتراك معنا بالقناة، ولا تنسوا الضغط على الجرس ليصلكم كل جديد. دمتم في رعاية الله، وإلى اللقاء.